السلام عليكم. النهارده هنتكلم في حلقتنا النهارده ازاي الروشته اللي هتحصل علشان الاهلي يكسب بالميراس، وايه خطط اللعب، وايه خطط اللعب البداية اللي هيبتدي بيها الاهلي، وازاي هتحول للحالات الهجوميه، وايه التبديلات المنطقيه، وايه السيناريوهات اللي ممكن يعملها ريفيرو مدرب النادي الاهلي. يلا بينا نبدا حلقتنا اليوم ونتكلم في نطاق ازاي الاهلي هيعدي معترك بالميراس ويقدر يوصل لاربع نقط علشان يقدر يكون له دور في ترتيب المجموعه، خصوصا ان الفريقين قدموا فرصه كبيره بعد تعادل بورتو مع بالميراس، واصبح الاهلي عنده فرصه جديده. يلا بينا نبدا حلقتنا النهارده من برنامجكم كوره مع فوق. علشان الاهلي يبدا النهارده بخطه اللعب لازم تكون متزنه ومايله اكتر للجانب الدفاعي بنسبه 60-70% عن الشق الهجومي، وبالتالي يكون عنده العناصر اللي بتعمل عمليه التوازن ما بين الدفاع والهجوم. اول ورقه هتكون رابحه للنادي الاهلي هي اقوى صفقاته هذا الموسم، او اقوى صفقتين في الموسم هما تريزيجيه واحمد السيد الزيزو. ازاي ان الاهلي هيبدا بخطه لعب مكونه من 4-1. ليه الاهلي هيبدا بخطه اللعب دي او بنسبه كبيره 4؟ يعني بنسبه كبيره الخطه دي هتكون متزنه. ليه؟ لان الاهلي هيكون عنده مروان عطيه هو اللاعب اللي بيميل اكتر كلاعب 6، عنده حمدي فتحي وبن رمضان، وعنده اهم صفقتين ناحيه اليمين احمد سيد زيزو، وعنده ناحيه الشمال محمود حسن تريزيجيه، اللي هم عندهم اظهره، عندهم العنصر البدني القوي، فيقدروا يعملوا الارتداد ويقلبوا تمنيتين اللي يدخلوا مع محمد بن رمضان وحمدي فتحي، فيبقى عندك 4 تمنيات بتقفل في نص الملعب في الحاله الدفاعيه، ويبقى عندك اصلا الاظهره اللي هي محمد هاني واحمد كوكا ثابتين، مع وجود ياسر ابراهيم واشرف داري في خط الدفاع. وبالتالي الخطه دي في الحاله الدفاعيه بالشكل ده. تعالوا ننقل بقى للحاله الهجوميه، وبالتالي ده ما يميز احمد سيد زيزو وما يميز محمود حسن تريزيجيه في ان هم بيقدروا يعملوا الانقضاض الهجومي، او يقدروا يعملوا كونتر اتاك بطريقه عاليه جدا، لان احمد سيد زيزو يقدر ينطلق من الجبهه اليمنى، ومحمود حسن تريزيجيه موجود معاهم محمد بن رمضان، فبالتالي في الشق الهجومي هيبقى موجود حمدي فتحي متاخر يعني شكل 4-3-3، ولكن وجود حمدي فتحي متاخر بشكل شويه مع وجود الاظهره طالعه لنص الملعب مع مروان عطيه لحد خط النص، وانطلاق احمد سيد زيزو ومحمد بن رمضان في حاله 10 ومحمود حسن تريزيجيه. وبالتالي ده هيبقى عندك جناحين عاملين شق هجومي مع وجود وسام ابو علي وراهم محمد بن رمضان، وبالتالي هيبقى في ضغط على خط الدفاع نادي بالميراس، وفي اتزان دفاعي بوجود مروان عطيه والاظهره اللي عاملين ضغط لخط الوسط زي محمد هاني واحمد كوكا. اهم التغييرات اللي ممكن تعمل سيناريو كبير جدا لو حبينا ننقل الفريق من الحاله المتزنه ونقلب خطه اللعب من الحاله اللي هي 50% او 60% او 70% دفاعي ل 50-50، هو وجود بن شرقي اول تغييره لازم الاهلي يعملها، وبالتالي هتكون خطه اللعب صريحه 4-3-3، لان الاهلي في الوقت ده هيبدا يسحب محمد بن رمضان اللي اكيد المخزون البدني بتاعه هيقل، لان محمد بن رمضان شفنا الفتره الاخيره ان هو بيقدر يدي 60-70 دقيقه ماكسيموم في حاله المخزون البدني، وبالتالي هو دخول احمد سيد زيزو نص الملعب ووجود بن شرقي عامل شيفت مع تريزيجيه يروح ناحيه اليمين مع محمد هاني، ووجود بن شرقي كوجود لاعب جناح ناحيه اليسار. بن شرقي عنده الارتداد الدفاعي ضعيف، وبالتالي هيبقى ميل مروان عطيه ناحيه الجبهه دي اكثر اتزانا واكثر واقعيه، ان احنا نشوف خطه اللعب بوجود بن شرقي وزيزو اللاعب اللي هو رقم 8 وحمدي فتحي لاعب رقم 8، وبالتالي التغييرات دي هتزيد الشق الهجومي شويه لوجود بن شرقي وانطلاقاته ومهاراته. الخطه دي بتبقى قويه كمان لان انت ممكن تقلبها الى خطه 4-4-2، يعني الاهلي مع تغيير زيزو وبن شرقي دخول بوجود زيزو في وسط الملعب ودخول بن شرقي مكان محمد بن رمضان ممكن يقلب الخطه 4-4-2، لان احمد سيد زيزو ممكن يروح ناحيه اليمين وتريزيجيه ناحيه الشمال، وبن شرقي يدخل شادو سترايكر اللي هو موجود في الحاله الهجوميه مع وسام ابو علي، وبالتالي تبقى الخطه من 4-3-3 4-4-2، وبن شرقي في الحاله دي يقدر يلعب بدور 10 ويلعب بدور
9 و9.5 كمان، وبالتالي يبقى في مرونة في الخطة دي. التغيير الثاني المهم هو وجود حالة هجومية أكثر فاعلية، وإن أحمد السيد زيزو برضو مردوده البدني هيقل، لأن أحمد السيد زيزو بعيد عن التدريبات فترة كبيرة، فممكن في الدقيقة 70-80 يبدأ الأهلي يغير تغييره بنزول جراديشارد وديانج وسحب حمدي فتحي وأحمد سيد زيزو، وقلب خطة اللعب بطريقة 4-4-2 صريحة مع ميل ديانج ناحية بن شرقي، ودخول بن شرقي في الجبهة اليسرى وتريزيجيه في الجبهة اليمنى، وبالتالي يبقى عندك وجراديشار وسام علي وضغط هجومي من الجناحين اللي هو محمود حسن تريزيجيه وبن شرقي، وجود في الشق الهجومي بجراديشارد وسام ابو علي، ونقدر نعمل كروسات ونقدر نعمل عمليه كروسات للاثنين المهاجمين، وبالتالي وجود 2 خط وسط اللي هو ديانج حافظ الاتزان الدفاعي وعامل انطلاقات من خط الوسط، وجود مروان وعطيه ثابت 6 وهو عامل كفرج برضو مع تريزيجيه ومغطي النص ومالي النص، وديانج ما مش بيتقدم كتير لانه بيميل ناحيه الشمال كمان علشان يقفل جزئيه بن شرقي، لان بن شرقي ارتداده دفاعي، وبالتالي الاهلي لازم يرسم سيناريوهات وريفيرو يرسم سيناريوهات. ممكن يبقى في تغييرات تانية، ولكن دي اهم تغييرات ممكن ترسم ملامح الماتش والفوز و3 نقاط، وان تحط الاهلي بنسبه 60-70% في الدور الثاني ان شاء الله. شكرا لكم.